السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. فادي الفلسطيني او مغربي فلسطيني او فلسطيني مغربي عمل خطوات بالفعل من وجهه نظري شايفها غير كافيه. بس قبل ما نبدا فضلا دوس لايك بارتاج للفيديو ده علشان يشوفوا الناس وينزلوا يجاوبونا في الكومنتات، هل اللي عمله فادي ده كفيل ان المغاربه يسامحوه؟ انا من وجهة نظري الموضوع بقى اكبر من كده. فادي الفلسطيني دخل على صفحته ومسح اللايفات اللي بنته هاجمت فيه المملكة المغربية الجديدة والقديمة، لان طبعا بعد ما السبوت حصل عليه وعلى القناة بدأ الناس يفروا في القناة كلها، وكان في لايفات قديمة كانت البنت غلطة في المملكة والشعب المغربي. وطبعا بعد الحملات الكثيرة من المغاربة بمحاكمة فادي وبنته قبل المغادرة، بدأ فادي وسريعا يمسح اللايفات. هل ده كافي ان المملكة المغربية تسامحه، ولا ده فادي خاف من المساءلة القانونية من المملكة المغربية ونفد بجلده وبدأ يمسح اللايفات اللي كان فيه هجوم على المملكة؟ انا عايزك تنزل تجاوبني، هل بعد ما فادي مسح اللايفات ده يعتبر اعتذار ضمني منه ومن بنته للشعب المغربي، ولا لازم اعتذار صريح، ولا لا خلاص لا في اعتذار ولا هيقبل الاعتذار؟ لان حتى الان لا يوجد اعتذار رسمي من فادي وبنته، بس اللي حصل انه مسح اللايفات. هل ده خوف؟ هل ده خوف من المساءلة القانونية؟ هل في حد نصحه قال له امسح واطلع اعتذر؟ بس للعلم حتى الآن لن يعتذر فادي الفلسطيني لأي شعب مغربي. حتى الآن مقيم هو وبنته وأسرته كلها، حتى زوجته المغربية متواجدين كلهم في الأراضي والمملكة المغربية. مستني من وجهة نظرك تنزل تقولي في الكومنتات، هل لو فادي مسح اللايفات دي وطلع اعتذر هل هتسامحه ولا خلاص المغادرة؟ بشكركم شكرا جزيلا. ديما مغرب.